لو عند حضرتك نافق في المزرعه او في التربيه المنزليه، تنزل بمضاد حيوي افضل ولا تنزل بخميره افضل، ولا تعمل زي بعض الناس وتحط الاثنين مع بعض وتمسك العصايه من النص؟ شوف يا سيدي، الخميره الحيه عباره عن بكتيريا نافعه بتهضم العلف. طيب لما يكون عندي نافق، وده سؤالنا النهارده، لما يكون عندي نافق وعايز اوقف النافق، احط خميره؟ مش هتفيدني في اي حاجه. لازم احط مضاد حيوي الاول، لان النافق اللي شغال في المزرعه ده عباره عن بكتيريا بتموت الفراخ، وعلاج البكتيريا انك تموتها الاول. لازم توقف نشاط البكتيريا الاول. طبعا في مضادات حيويه بقى بتشتغل على الجهاز التنفسي، فانت بتشوف والله الاعراض بقى برد وعين ورمه وراس منتفخه، اعراض تنفسيه، بتجيب مضادات حيويه تشتغل على الجهاز التنفسي. زي ايه يا دكتور سامح؟ دي المضادات الحيويه اللي لما يكون عندك مشكله او برد في الفراخ يفضل انك تستخدمها. طيب لو عندك مشاكل معويه، يعني النافق عباره عن اسهال بني، الاعراض يعني عباره عن اسهال بني، والفراخ مثلا بتبرك على الارض ومفيش اعراض تنفسيه، كل المشاكل اسهال احمر، اسهال بني، اسهال اسود، مشاكل معويه، والفرخه وزنه كويس ما فيهوش برد ولا حاجه ولكن في نافق، في الحاله دي انت بتروح تجيب مضادات حيويه معويه زي الاموكسيسيلين، الامبيسيلين، اللينكو برده ماشي في الحالتين يشتغل كويس، سبايراميسين يشتغل في الحالتين كويس، الكوليستين برضو بيساعد. طيب انت كده عرفت ان لو في نافق بتجيب مضادات حيويه، سواء كانت مضادات حيويه تنفسيه مشاكل زي البرد، او مضادات حيويه معويه زي الجهاز المعوي. طيب بعد ما بتحط الادويه دي لمده 3 ايام، ايه بقى افضل حاجه تحطها بعد المضاد الحيوي ابو 3 ايام ده؟ افضل حاجه انك تحط خميره حيه. وهنا بقى ده الوقت المناسب انك تحط فيه خميره حيه. يبقى انا لو عندي نافق في المزرعه ما اجريش اجيب خميره الا لما اوقف النافق الاول، الا لما اعالج الفراخ الاول. طيب هل ينفع احط الاثنين مع بعض، اجيب المضاد الحيوي واشغله وفي نفس الايام ال3 ايام دول احط خميره حيه؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان حضرتك المضاد الحيوي ده بيموت البكتيريا. الخميره الحيه اللي انت اشتريتها دي هي عباره عن بكتيريا ولكنها بكتيريا نافعه، فانت لما بتحط مضاد حيوي معاها برضه بتموت مع البكتيريا الضاره. يعني المضاد الحيوي زي السلاح النووي، بينزل يضرب في ايه؟ في البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه. لازم نعالج الاول البكتيريا الضاره وبعدين نزرع في امعاء الفراخ البكتيريا النافعه اللي هتزود مناعه الفراخ، وزن الفراخ. يعني اهميه الخميره ايه؟ بتزود الوزن، بتحسن وبترفع المناعه، بتنشط النمو، بترفع معامل التحويل، بتخلي الفراخ دايما في حاله مناعيه مزاجها عنب كده علشان ما يجيلهاش المرض. لكن لو جالها المرض مفيش حل غير المضاد الحيوي.